ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه وايه اخباركم؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة اينشتاين في العلوم. شباب وبنات اولى اعدادي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ هنبتدي مع بعض ان شاء الله فقرة تركاية في خمساية، ويلا بينا نبتدي. بس قبل ما نبتدي، لما وصلك الفيديو ارزع اللايك المتين حالا بالا فعلا، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. هنتكلم النهارده عن تركيب الكروموسوم. ومن هنا بنتكلم عن تركيب الكروموسوم في نوعين من التركيب، في تركيب عام وفي تركيب كيميائي. التركيب العام ده يعني ايه؟ يعني ده التركيب بتاع الكروموسوم اللي حضرتك بتشوفه تحت الميكروسكوب. بتشوف ان هو عبارة عن خيطين، كل خيط بنسميه كروماتيد. ده كده خيط، وده كده خيط. الخيطين مربوطين بدبوس بنسميه السنترومير اللي هو اللي في النص ده. يبقى انت عندك خيطين اسمه كل واحد منهم اسمه كروماتيد. يبقى انت عندك كروماتيد وفي النص اسمه سنترومير. خد بالك هما مش 4 خيوط، يعني ده كده مش خيط لوحده وده خيط لوحده وده لوحده وده لوحده، لا بص، ده كده على بعضه خيط، وده كده على بعضه خيط. 2 كروماتيد وواحد سنترومير بيربط ما بينهم. طيب التركيب الكيميائي بقى، التركيب الكيميائي بيبقى عبارة عن حاجتين: بروتين وحمض النووي الدي ان ايه. الحمض النووي دايما بيبقى موجود في صورة لولب مزدوج زي ما انت شايف كده، والحمض النووي ده بيتكون من حاجة اسمها النيوكليوتيدات. والنيوكليوتيدات دي ايه؟ دي اصغر وحدة بنائية للدي ان ايه او للحمض النووي اللي موجود جوه مين؟ الكروموسوم. يبقى النيوكليوتيد دي هي اصغر حاجه موجوده في الحمض النووي. يبقى تاني، الكروموسوم عباره عن تركيبين: تركيب عام وتركيب كيميائي. التركيب العام هو عباره عن خيطين مربوطين بنقطه اسمها سنترومير، الخيط منهم اسمه كروماتيد واحد سنترومير. التركيب الكيميائي عباره عن دي ان ايه، حمض نووي وبروتين. البروتين بيسمى بالهيستونات، مفردها هيستون يعني. والدي ان ايه بيتكون من نيوكليوتيدات، وهي اصغر وحده بنائيه للحمض النووي اللي بيكون الكروموسوم. بس كده يا شباب. شكرا لكم جدا يا شباب على حسن الاستماع. طالما استفدت من الفيديو، عايز الفقره دي تستمر معانا على طول والسلسله دي تبقى معانا على طول، ارزع لايك متين حالا بالا فعلا، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وسي يو ليتر يا شبابنا، اند جود باي. وان شاء الله تركايه في خمسايه اللي جايه تنزل بعدها على طول.